السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في قناة أخبار وزيادات المتقاعدين الجزائر. القناة اللي راح توصلكم آخر أخبار المتقاعدين في بلادنا سواء العسكريين ولا المدنيين. هنا تلقاو جديد الزيادات، التثمين السنوي، المنح الاستثنائية والأثر الرجعي كامل من مصادر رسمية. ما تنساوش تديروا الجيم للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد أول بأول. خليكم معنا ومرحبا بكم في عائلة أخبار وزيادات المتقاعدين الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ناس الخير، وش كان جديد في تثمين معاشات المتقاعدين؟ السلام عليكم خوتي خواتاتين، مرحبا بكم وين ما كنتوا. اليوم جيناكم فيديو شباب بزاف خصيصا للمتقاعدين تاعنا، وباش نحكوا على ذيك القضية اللي كل عام تولي حديث الساعة، التثمين السنوي للمعاشات. ديما كاين نقاش وديما كاين انتظار. يودي نبداوها بالفال الزين والأمل الكبير. صح كاين صعوبات، بس صح بلادنا راهي رايحة للقدام إن شاء الله. حنا واجبنا نحطوا النقاط على الحروف ونشوفوا الأمور بعين الموضوعية باش نفهموا مليح. شكون هو المتقاعد الجزائري؟ المتقاعد تاعنا اليوم هو مواطن شريف اللي فات حياته هو يخدم في الإدارة، في المصانع، في الفلاحة، في التعليم، في الصحة. داروا اللي عليهم حتى وصلوا لسن التقاعد اللي هي 60 سنة ولا كي يكمل سنوات الخدمة القانونية. كيفاش تتبدل الحياة؟ كي يتقاعد يخرج من ذيك لاروتين تاع كل يوم ينوض بكري ويخدم 8 ولا 10 سوايع ويرجع في الليل. بعد 32 سنة ولا أكثر وهو يجري يلقى روحه فجأة في فراغ كبير، وزيد عليها المدخول ينقص، المعاش ما يوليش كما كان المرتب، تقريبا يروح النص. تخيل كنت تخلص 6 ملايين تولي تدي 3 ملايين، ضربة ماشي سهلة. المتقاعد غالبا يكون في سن كبيرة، يعني الصحة تبدأ تتعب، العبد يتقال ويولي يحتاج مصاريف تاع دواوات وعلاج، ومسؤوليات العائلة باقية، ولاد أحفاد، مصاريف الدار. الله يكون في العون. صح ما كانت المتقاعد في مجتمعنا محترمة بزاف، بس صح الظروف الاقتصادية تخليه تحت الضغط. علاش التثمين السنوي هذا مهم بزاف؟ التثمين هو واحد الإجراء مالي تديره الدولة كل عام، تزيد نسبة معينة في معاش التقاعد. وعلاش؟ باش تحافظ على القوة الشرائية تاع المتقاعدين. هذا التعديل يجيه مرة في العام، غائبا في ماي ولا توان، بصح النسبة تتبدل حسب الظروف الاقتصادية، تكون شوية كي يكون التقشف وتكون لباس كي تكون البحبوحة. الأسعار كل عام تزيد، ماشي غير عنا، الماكلة، الكرا، الدواوات، الكهرياء، الماء. كي ما يزيدوش في المعاش يولي ما يكفيش خلاص. التثمين كي يجي على الأقل يسد شوية من الفراغ هذاك ويعطي نفس جديد للمتقاعد، ويحس باللي الدولة ما نساتوش وراهي مفكرة فيه. بس صح، علاش ديما كاين تأخير في التثمين؟ هذا هو السؤال الصح. كاين شحال من سبب. 1. الوضع المالي العام للبلاد. احنا بلادنا متكلة على البترول والغاز، أي أزمة في السوق العالمية تؤثر على الميزانية، وكي يطيح سعر البترول صندوق التقاعد يتأثر. 2. عدد المتقاعدين يزيد، كل عام العدد يكبر، ومساهمات العمال النشطين ما تكفيش باش تغطي كامل الطلبات. 3. البيروقراطية، القرارات لازم تجوز على شحال من بلاصة، الحكومة، وزارة المالية، وزارة العمل، الصناديق. هذا المسار الإداري الطويل هو اللي يخلق تأخيرات. 4. الأولويات، مرات الدولة تركز على مشاريع كبيرة، طرقان، سكنات، صحة، والتثمين ما يكونش هو رقم 1 في البلايص الأولى. التأخير هذا ماشي غير ورقة رسمية تأخرت، راهو عنده انعكاسات مباشرة على حياة المتقاعد. المعاش ما يكفيش، مصاريف الدواوات تزيد، والأسعار ما ترحمش. يعيش في قلق كبير ويحس باللي ماشي مهم ولا مؤجل، هذه تضر حتى بصحته. القانون وش يقول؟ التثمين السنوي منظم بقوانين ويجي غالبا بمرسوم تنفيذي يصدر كل عام. الحكومة تشوف الوضع المالي وتحدد النسبة على حساب وش كاين. المشكلة كي يخرج القرار في الجريدة الرسمية مرات يطول شهور باش يصدر. المرة اللي فاتت صح تأخر شوية، بس عوضوا المتقاعدين واداو الرابيل تاعهم، والنسبة كانت مليحة. الحلول باش ما نطيحوش في نفس الدوامة، لازم الدولة تلقى حلول دائمة. إصلاح مالي شامل، نقص الاعتماد على البترول ونوع الاقتصاد. تمويل الصناديق، نلقى مساهمات جديدة ولا دعم مباشر من خزينة الدولة،
ونطبقوا فكرة الاستثمار اللي مازال ما طبقتش. الرقمنة وتسهيل التسيير. نعتمد على الأنظمة الإلكترونية باش نسرعوا القرارات. تحديد تاريخ ثابت، يكون التثمين في وقت محدد كل عام وما يزيدش يتأخر، مثلا 20 ماي ولا 1 جوان. عدالة في النسبة. نبدأ بالمعاشات الضعيفة هي الأولى ونطلعوا. التثمين يا خوتي ماشي غير رقم يزيد في المعاش، راهو احترام للمتقاعد وكرامته، كيجي في وقته يعطي طمأنينة وثقة في الدولة. الحمد لله الرقمنة راهي تتوسع، وهذا يقدر ينقص منها التأخير هذا. الوعي بملف المتقاعدين راهو يزيد، والنية تاع الإصلاح موجودة. كلمة ختامية: يا متقاعدين بلادنا، التثمين السنوي راهو قضية كرامة وعدالة اجتماعية، ماشي غير مسألة تقنية. التأخير يضر، بصح الحلول كاينة والنية كاينة. الأمل ديما حاضر، وواجبنا ديما نرفع الصوت ونطالبوا بالحقوق. في الأخير نقولكم يا أباي أمهاتي، خوتي وخياتي المتقاعدين، إذا وصلتوا لهنا ما تنسوش تديروا اشتراك وشاركونا برأيكم. واش تشوفوا أحسن حل باش التثمين يجي في وقته بلا تأخير؟ بارك الله فيكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم خوتي، ومرحبا بكم في قناة أخبار وزيادات المتقاعدين الجزائر، القناة اللي راح توصلكم آخر أخبار المتقاعدين في بلادنا، سواء العسكريين ولا المدنيين. هنا تلقاو جديد الزيادات، التثمين السنوي، المنح الاستثنائية، والأثر الرجعي كامل من مصادر رسمية. ما تنساوش تديروا الجيم للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد أول بأول. خليكم معنا، ومرحبا بكم في عائلة أخبار وزيادات المتقاعدين الجزائر.